دايما انا بقول لكم انتم صانعين المحتوى مش انا. لو تفتكروا في الفترة اللي فاتت عملت فيديو ان خدمات بطاقة فودافون كاش الافتراضية رجعت. في ناس بعتت لي ان هي ما رجعتش معاهم، في ناس قالوا لي ان احنا بعتنا للدعم ورد عليهم ان ماستر كارد فودافون كاش رجعت بس محليا، وناس كتير هجمتني بعد الفيديو ده. النهارده احد متابعين القناة محمد كامل بعت لي رسالة ان هو قدر يربط بطاقة فودافون كاش الافتراضية بحساب الجوجل بلاي بتاعه، وكمان شحن بيها لعبة على الجوجل بلاي، وبالتالي دي معاملة دولية مش محلية. وده الإثبات اللي انتوا كنتوا عايزينه، ان فودافون كاش فعلا رجعت دوليا. طبعا الصور اللي على الشاشه دي هي صور من المعامله بتاعته، هو بعتها لي وانا طلبت منه واستاذنته هرفعها هنا على القناه عشان اي حد لسه شاكك ان البطاقه رجعت في الاستخدامات الدوليه. هي بالفعل رجعت، لكن زي ما قلت لكم الخدمات غير مستقره. فطبعا محدش يجي يقول لي هي شغاله على موقع ايه ومش شغاله على موقع ايه. اكيد انا ما جربتهاش على كل المواقع، لكن ما دام ابتدت تشتغل على مواقع دوليه كده متوقع ان شاء الله هترجع تاني زي زمان. وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديو فات ان المشكله كلها كانت في ازمه عدم استقرار سعر الصرف، وكمان كنت قايل لكم ان مع الوقت ومع استقرار سعر الصرف هترجع الخدمات، واهو رجعت مع الناس. وكمان عايزكم تشتركوا في قناه التليجرام، لان احنا بنتواصل افضل على قناه التليجرام وبنستفيد من خبرات بعض، بحيث لو في اي تعليق ليك تشاركني بيه. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.